نائبة آمال عبد الحميد: لن أتنازل عن اقتراح دفع المغترب $5000 سنويا. لا اوعي تتنازلي، بصي على وضعك اوعي تتنازلي. بس أنا عايزة أقول لحضرتك اقتراح، يعني اقتراح ههبل طبعا بالنسبة لاقتراحك يعني العظيم. أنا بشوف هنا ناس في كندا، مصريين من اللي انت عايزة تدفعيهم $5000 في السنة، عيالهم عندهم 7 سنين و8 سنين و10 سنين، عمرهم ما نزلوا مصر. ما تيجي نعمل كامبين نشجع الناس دي، نقول لهم تعالوا مصر. مصر بقت مليانة فسح، مليانة شواطئ مفيش زيها، الناس بتتفرج على الصور بتتهبل. مصر فيها فسح وخروجات وشوبينج وسهر ودنيا تانية خالص. فنجيب المغترب. انت متخيلة أسرة من 4 أفراد هينزلوا مصر يقضوا أجازة أسبوعين 3، هيصرفوا كام؟ هو مبدئيا $5000 ده تذاكر بس، وقدهم فسح وبتاع. بس نبقى خدنا منهم الفلوس ايه وهم مبسوطين. بس كده؟ لا مش بس كده. وهم بقى راجعين بلدهم، او يعني البلد اللي هم مقيمين فيها، نقول لهم ايه بقى؟ بصوا الصناعة المصرية، بصوا المنتجات المصرية، خدوا بقى هدية لاصحابكم اللي معاكم في الشغل واصحابكم في المدرسة من المنتجات المصرية، وتبقى مصرية. انا مش عايزة اشتري سوفينير الاقي مكتوب عليه ميد ان تشاينا، انا عايزة حاجة صنع في مصر. واحنا عندنا صناعة محترمة جدا. انت عارفة الناس هنا الاجانب لو جبت لها شنطة جلد طبيعي ولا حاجة فضة ولا بتاع هتتهبل عليها، ولا حاجة صدف ولا مش عارف ايه. نقوم ناخد من المغترب قد $5000 دول مرتين 3، بس وهو مبسوط، وهو بيجي يزور البلد وعياله بيجوا يزوروا البلد، ونبقى كلنا مبسوطين. بس انتي طبعا سيبك من كلامي ده، واوعي تتنازلي عن المقترح. اقولك اعملي خط ساخن للإبلاغ عن المغتربين.